يا صباح الورد والفل والياسمين على عينكم الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اهلا وسهلا بيكم في حكايات سحر عمارة. فضلا منكم لأول مرة يشوفني او اول مرة يتابعني، يا ريت اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما تنسوش تقولولي انتوا بتتابعوني من انهي بلد عشان نشوف عيلتنا كبرت ووصلت لغاية فين. قصة النهاردة عن واحد بيقول: انا متجوز بنت عمي واخدها غصب عني، بابا اللي فرضها عليا هو وعمي، يعني ولا انا كنت بحبها ولا هي كانت بتحبني، واخدين بعض هنقوله جواز صالونات كقرايب. المهم انا متجوز من 18 سنة، خلفت من بنت عمي دي ولد وبنتين. من 6 سنين كده ابتدت تحصل مشاكل كتير بيني وبين بنت عمي، وعشان نتفادى المشاكل دي انا كبرت دماغي وقابلت بالصدفة حب عمري، وقلت فعلا هي دي البني ادمه اللي انا بتمناها واللي انا كان نفسي اتجوزها. وفعلا عرضت عليها الجواز واتجوزنا، وطلبت منها ان جوازي هيبقى في السر. هي كمان قربتنا بس من بعيد جدا. اتجوزنا في السر وخلفنا ولد دلوقتي عنده 5 سنين. اخو مراتي الاولانيه اللي هو يبقى ابن عمي السنه دي في ثانويه عامه، وجاب مجموع هيدخله كليه الشرطه اللي هو نفسه فيها واللي هو عايزها. كل الامكانيات متاحه له ان هو يخش كليه حربيه او كليه الشرطه، وتمام جدا. بس انا اللي عندي مشكله، بمجرد ما هياخد البطاقه بتاعتي ويكشف عليها هيتعرف ان انا متجوز واحده تانية. انا مش عارف اعمل ايه. واحد صاحبي بيقول لي تعالى نعمل مشكله انا وانت ويتعمل لك قضيه ويبقى عندك قضيه عشان يصرف النظر نهائيا عن موضوع ان هو يخش كلية الشرطة او الكلية الحربية، او ان هو يعرف بموضوع جوازتك التانية. بس قصاد ده انا هدفع مبلغ كبير عشان الجوازة ما تتعرفش الجوازة التانية. انا كده اللي هعمله ده صح؟ ومش عارف اتصرف ازاي، وما عنديش حل غيره، لان لو مراتي الاولانيه عرفت واهلها عرفوا ان انا اتجوزت عليها هيخلوها تنفصل عني وهيتخرب بيتي الاولاني، وانا مش عايز ولادي يتربوا بعيد عني، ولا عايز احسس حد ان انا متجوز واحده تانية ومرتاح ماديا ونفسيا معاها. انا مش عارف اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. فعلا الفكره اللي هيقولها لي صاحبي دي فعلا فكره جهنميه، وفعلا محدش هيعرف عنها حاجه، ومش عارف اتصرف ازاي. اولا انت اناني، انت ما بتفكرش غير في نفسك. ربنا امرك ان انت تتجوز 4 بس مش تتجوز في السر. انت ظلمت مراتك التانية عشان اتجوزتها في السر، وظلمت مراتك الاولانية وخدعتها لما اتجوزت عليها، ودلوقتي عايز تظلم بني ادم تالت عشان تضيع مستقبله، عشان خاطر تداري على خيبتك اللي انت عملتها. في يوم من الايام ان انت ولادك الاتنين، ابنك الكبير ده ان هو كلها كام سنة وهيروح يقدم قيد عائلي عشان خاطر ياخد اعفاء من الجيش عشان هو ولد وحيد، وان وقت ساعتها ان هو هيتعرف ان ليه اخ تاني؟ ما جاتش في بالك دي قبل ما تعمل المصيبة اللي انت عايز تعملها، وعايز تضيع مستقبل شاب لسه في بداية حياته، وعايز تضيع طموحاته؟ ليه؟ عشان خاطر تداري على خيبتك اللي انت مش قادر تبقى راجل قصاد الناس كلها وتقول انا اتجوزت واحدة تانية، او تواجه المشكلة وتقول ان انا عندي بيت تاني. انت كده كده في يوم من الايام لازم هتتعرف ولازم هتواجه المشكلة بسبب ولادك الاتنين الصبيان. خلاص دي كلها 5-6 سنين وابنك يقدم للجيش. دي حاجة. ليه تضيع مستقبل شاب؟ ليه تضيع حلمه عشان خاطر حضرتك تداري على نفسك؟ لا، زي ما قدرت تبقى راجل وتروح تتجوز واحدة تانية، تقدر كمان تبقى راجل وتواجه المشكلة اللي انت حطيت نفسك بيها وتواجهها بشجاعة وبكل رجولة. ما تضيعش مستقبل للولد ولا تضيع حياتك. اما انت عينك في مراتك الاولانية وعينك في بيتك التاني، ليه؟ ما هي كانت قدامك مراتك الاولانيه، ليه الطمع والتفاصيل ان انت تروح تتجوز واحده تانية؟ حب ايه؟ بعد 18 سنه متجوزها ما لقيتش معاها حب ولا حنيه ولا اي حاجه؟ المشاكل في البيوت كلها ياما بيحصل في البيوت مشاكل، بس كانت تقدر تتحل بالعقل. يا اما كنت بصراحه من الاول وتقول لها ان انا عايزه اتجوز، مش جاي دلوقتي كمان تهدم مستقبل اخوها عشان خاطر حضرتك تداري على اللي انت عامله. لا، انا من رايي انك تواجه برجوله وبشجاعه اللي انت متجوز بيت تاني، متجوز وفتح بيت تاني، احسن ما تضيع مستقبل واحد ملهوش اي ذنب في اي حاجه. دي كانت قصتنا وحكايتنا النهارده. يا ريت تقولوا له هو كده صح لما هيضيع مستقبل الولد عشان خاطر يعمل قضيه، عشان خاطر هو يتخلى عن حلمه او يتخلى عن كليه الشرطه اللي هو عايز يخشها؟
دي كانت قصتنا وحكايتنا النهاردة. لايك وشير للفيديو واحلى تعليق على القصة من عندكم، والسلام عليكم.